طيب بما ان حضرتك بتذكر المحررات الرسميه في برضه محررات عرفيه، ايه الفرق بين التزوير في المحرر الرسمي والمحرر العرفي؟ بس الاول يعني اتمنى ان حضرتك توضح لنا وللساده المشاهدين ايه الفرق، يعني ايه محرر رسمي ويعني ايه محرر عرفي؟ ببساطة مم. وبعيدا عن التأصيل والتعقيد، المحررات الرسمية أو المستند الرسمي مم. ذاك المستند الذي يثبت فيه الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ما يتلقاه على لسان ذوي الشأن أو ما يتلقاه عن طريق ذوي الشأن. باختصار، هو ذاك المستند الذي يمر عن طريق موظف عام بإحدى الطرق أو عن طريق إحدى الجهات الرسمية، تمام. فيأخذ أو يكتسب صفة الرسمية. لكن المحرر الرسمي زي مثلا شهادة الميلاد، زي رخصة القيادة، زي جواز اه. السفر، هذه الأمور هي تعد من قبيل المحررات الرسمية. أما عن المحررات العرفية فهذه هي سيدتي الأوراق التي تبرم بين الأشخاص الطبيعيين. يعني زي أنا لما الشيك او وصل الامانه او كده. زي الشيك أو إيصال الأمانة أو عقد امم. البيع اللي أنا بكتبه مع سيادتك أو عقد الإيجار اللي فلان بيكتبه عشان تمام. يستخرج حاجة. لكن هو الدارج بقى إن هو صفة أو المحرر العرفي ده ممكن يكتسب صفة الرسمية. امم. يعني إحنا كتبنا عقد بيع ورحنا وثقناه أو سجلناه، صحيح. أخذ صفة صفه الرسمية رسميه. في هذه اه. المسألة. فالفارق هذا هو الفارق الوحيد. تختلف المحرر العرفي، وحتى أن المشرع كان حصيفا في هذه المسألة فشدد العقاب في شأن المحررات الرسمية دون المحررات العرفية، على اعتبار أن هذه تمس الثقة العامة وفق ما تحدثنا، وعلى اعتبار أنها يفترض فيها أو الأصل فيها هو الصحة، وليس أنها مزورة أو أنها باطلة أو أنها بها بيانات غير حقيقية في شأن صورة حقيقية، فشدد بها العقاب في هذه المسألة دون المحررات العرفية.